البنك المركزي الأسبوع اللي فات قرر إن الفايدة تفضل 19% ما تنزلش. وناس كتيرة أكيد من حضراتكم زعلت بالكلام ده، واللي عنده قرض قال أنا بدفع فوائد كتيرة، اللي عايز يشتري شقة مثلا بيقول التمويل غالي، أصحاب الشركات قال لك أنا هتوسع إزاي بالأسعار العالية دي. طبعا كل الناس دي عندهم حق، بس خليني أقول لك على حاجة، لأن ده أذكى قرار ممكن يتعمل دلوقتي. لأن المركزي لو عمل العكس وعلى الفايدة ممكن يبقى فيه كوارث. خليني أفهم حضرتك المشهد اللي احنا عايشين فيه. البترول حضراتكم عارفينه اللي بقى فوق $100، وده حاجة غالية جدا. الدولار 54 بلس، والتضخم 13.4% وبيزيد. طب لو المركزي نزل الفايدة دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الناس اللي حاطة فلوسها في البنك اول حاجة هتقول لك العائد قل، هات فلوسي. الفلوس دي هتروح فين بقى؟ دولار، ذهب، اي حاجة غير الجنيه. حضراتكم اكيد عارفين احنا بنفكر ازاي. يعني الدولار هيغلى، واكيد الاسعار هتغلى، والتضخم حضراتكم اكيد هيطير بقى. عشان كده البنك المركزي اختار ان يستحمل الازمه دي من غير اي تغيير في الفايده. واكيد ده ليه اسم في الاقتصاد، وده اسمه المصداقيه بتاعت السياسه النقديه لاي بلد. واكيد البنك المركزي عايز يقول كده رساله للسوق ان انا مش هتراجع حتى لو في ضغط على البلد. اكيد لما السوق يسمع الكلام ده ويبدا يصدق الكلام ده، الاسعار تبدا تهدى شويه. طب ده بيأثر عليك ازاي؟ وانت المفروض تعمل ايه؟ خلينا نقول لو عندك فلوس في البنك سيبها. العائد 19% ده مش هينزل يعني لا بكره ولا بعده، يمكن يعني قدامك 6 اسابيع لحد ما نشوف ايه القرار اللي جاي. وده احسن عائد امن هتخليه دلوقتي. ولو انت بتفكر تاخد قرض معلش استنى شويه، التوقيت مش مناسب خالص. ولو مضطر احسب كويس وما تاخدش اكبر من اللي انت محتاجه. طب لو انت صاحب بيزنس، الفايدة العالية دي معناها ان التوسع في البيزنس بتاعك هيكون بسعر غالي. ركز على الكفاءة، ركز على النمو. البقاء اهم من التوسع في اوقات الازمات. البنك المركزي بيحميك حتى لو انت مش حاسس. والفرق بين واحد بيشتكي بين الفايدة وواحد فاهم ليه الفايدة عالية هو بالظبط زي الفرق بين واحد بيتفاعل مع الأزمة وواحد بيتعامل معاها بس.